الأيام نحتاج إلى عبادة من أهم العبادات، ألا وهي عبادة الشكر لله تعالى. لماذا الشكر؟ الشكر لأن الله تبارك وتعالى أنعم علينا برمضان، وأنعم علينا بصحة وعافية أن أبلغنا أول رمضان ووسط رمضان وختام رمضان حتى نتعبد الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. Cemaat, bugün sizin bileninde ibadetlerden, zor ibadetlerden şükür ibadetin hakkında söyleşiriz. Hamide derse ol şükür. Cemaatine Ramazan ayına ciddi Allah'a şükür. Allah Teala bize Ramazan'ın birinci mümkünlüğünü nasip etti. Hem ikinci mümkünlüğünü nasip etti. Hem de elhamdülillah üçüncü mümkünlüğünü de nasip etti. Allah'a şükürler ve ibadetlerden. كم من إنسان قريب وصديق صام معنا رمضان الماضي ولم يصم رمضان هذا، وكم من إنسان قريب نعرفه صام معنا أول رمضان ولكنه مات في وسط رمضان، ونحن أنعم الله علينا وأمد بأعمالنا على أن بلغنا كل رمضان. Hamide hükme danışlarımız, dostlarımız, belki de doğanlarımızdan o'tgan Ramazonda biz bilan murozalar birga bo'ldilar, tarovihlarda biz bilan birga bo'ldilar. Hamida bu Ramazonda oramizda yo'q jamoat. Hamida qay bir tanishlarimizdan jamoat, do'stlarimizdan balki bu Ramazonda bizning bilan birga bo'lganlardir. Hamida Ramazonning so'nggi xatda kelmaganlari bordir jamoat. Elhamdülillah, Allah'a şükür, Allah subhanahu ve teala bizden Ramazan'da son günlerine hatta bizden gerçekleştiği bir ibadetler kılıyor. الإنسان في الدنيا بين حالين، بين سعادة وتعاسة، بين صحة ومرض، غنى وفقر، راحة وتعب. وفي كلا الحالتين يحتاج إلى عبادة. في حالة اليسر يحتاج إلى شكر، والصحة والسعادة والغنى يحتاج إلى شكر، وفي حالة الثانية يحتاج إلى صبر. في حال الفقر، في حال المرض، في حال العسر يحتاج إلى صبر. فكلها عبادة، في كل حياة الإنسان هو عبادة بين صبر وبين شكر. Hamid cemaat, Allah Teala kişiye fakirlik göre, hem fakirlikten sonra varlıklık göre, Hamid kişiye avunu göre cemaat, onları isendir göre, Hamid bir kişiye avur gün olur, hem onları da cihil günler gider. Hamid Allah Subhanahu ve Teala ve cemaat, hem vakitte şükürler bulmakta işimiz Allah Subhanahu ve Teala. نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول: اللهم اجعلني لك شكارا. شكارا يعني كثير الشكر. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir dua kılaydı. Ya Rabbim, sen yine uzuna şükür edişlerden ettin. Dua kılaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وبعد كل صلاة يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hamide her namazından sonra Ya Rabbim yine üzerine zikrine hem şükrine hem ve husn ibadetik hamide güzel şu ibadetlerinde uzun nasip ettiğinde şu dua koyuyor Allah sallallahu aleyhi ve sellem. وقال عن نبي الله إبراهيم: شاكرا لأنعمه. وقال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. فالأنبياء أيضا كانوا شاكرين لربهم، وهكذا الصحابة وهكذا العلماء وهكذا الأولياء. Hamid Rabbimiz Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam doğumda şöyle bir hitap eder. Şakiran li en'amih. Elbette İbrahim Rabbisinin verilen nimetlerine şükür etmişiydi diyor Rabbimiz. Hamid Nuh Aleyhisselam doğumda da o Nuh Aleyhisselam'daydı. Şükürde bendeydi diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Peygamberler de şükür ederler cemaat.
ولكن الشيطان يمنعنا من الشكر. هو يقول، وربنا تبارك وتعالى ينقل كلام الشيطان ويقول: ولا تجد أكثرهم شاكرين. خلينا كشنا جماعة الشيطان شكرا تصدر من الشكر تشيك شنا قل الشيطان دي الوسوسة يتعلم. ولا تجد أكثرهم شاكرين. خلينا رب سبحانه وتعالى قرآن دايتا ولرنا كلنا شكر سيس خلق ويصدي شكر مصدر كلنا. وقال ربنا تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فأنت لابد أن تشكر حتى تكون من هؤلاء القليل فيؤجرك ربنا تبارك وتعالى. خم جماعات ربنا سبحانه وتعالى آية تشرع إلينا وقليل من عبادي الشكور. من لرنا أصل الشكر تبشرنا جماعات نشوف أصل كشلنا بس وصايد. هذا الشكر ثلاث أنواع. الشكر الأول والنوع الأول هو شكر باللسان، دائما تقول الحمد لله، الشكر لله، الشكر لله، الشكر لله. هذا النوع الأول. جماعات شكر وإشكر لبوا برنشسن تلبلن شكرته الحمد لله إذا الله شكر إذا شكر برنشوا. والشكر الثاني شكر بالجنان بالقلب. وشكر القلب هو أن تنسب النعمة لله تبارك وتعالى وحده. خلينا ذلك شكر جماعات هو قلب بس بلا شكر بس قلب بس بلا بتنجس بس شكر نشوف شكر. ولا مانع أن تشكر الناس. أسدى إنسان إليك معروفا تشكره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الجماعات بس كشلال شكر لبوا عايش بس أجر بس قبل كشلال نامي ذيك بس شكر لبوا عايش بس. يعبر صلى الله عليه وسلم تشرح الحديث كلا كم كشلال شكر كنيكا ورب سنة الشكر المسلم يعبر تشرح الحديث كلا. والنوع الثالث من أنواع الشكر هو شكر الأعضاء: اليد، العين، الأذن، اللسان، الرجل، البطن، الوظيفة، السيارة، الزوجة، الأولاد. هذه كلها نعم تحتاج إلى شكر لله تبارك وتعالى سنذكره إن شاء الله. خم جماعات شكرنا شكر يدو باسم الأعصاب بدأت الجماعات كوز بس قدر بس قدر بس بيقدر بس خمس دقائق كان يعمل هذا جماعات ويدك ماشينا بس قرت بس من الوضع بس يتشتغل من أخواتنا تنسوا النعمات جماعات. هناك من السلف الصالح العالم الجليل الكبير اسمه جنيد البغدادي، وكان له خال، أخوه اسمه الخال هو السري السقطي. الجنيد البغدادي كان طفلا صغيرا يلعب في الطريق، فعاد السري السقطي من المسجد مع طلابه فأراد أن يخبرهم بأن هذا الطفل سيكون له شأن عظيم، فسأله سؤالا: يا جنيد، ما حقيقة الشكر لله تعالى؟ جماعات بعض الدائم دبرشني حكاية هو إن بغداد جنيد البغدادي جنيد البغدادي بالغريب مسلم خلينا والله وقت ده أظن إذا السري السقطي أليس يعلن طوانا أو إذا بالغريب شيء سري البغدادي سري السقطي وإذا بيزور غريب إذا خلينا جنيد البغدادي أظن إذا شايف الأولى خلينا سري السقطي ورد شايف ثلاث لأن برجع كان له جنيد البغدادي يودان كمدين والله لا تطلع من كل يشبع ولا خلينا أمر الإسراء بالله جنيد نشوف والله الإسراء بالله. ما حقيقة الشكر لله تعالى؟ الله تعالى قال إن خليقي درس الشكر نساود نشوف والله الإسراء بالله. فأجاب الجنيد: يا خال، حقيقة الشكر لله
أن لا نستعين بنعم الله على معاصيه. بس كلامك ما تنسى. خد جناية بعد ذنب ندجوا وشغل خاطقي وعن شكل يتنم بيسمعون لي بلد ربهم الله سمع نصيب كان من لا وما أخبرش لنا خاطش معه يعني ربنا الله خبر السلام عليكم الأخوات بالقدرات بالممكن جدا سير أوركم الله وما أخبرش لنا شو الله يستمع لنا. يعني ربنا أعطاك عينا، هذه العين إن استخدمتها في النظر إلى القرآن، إلى السماء، تتفكر في خلق الله عز وجل، فقد شكرت النعمة. أما إذا نظرت بها إلى المحرمات فقد كفرت النعمة. خلد رب بزيادة الله عمل هذا جماعات له جزء بزيادة أدرنا نشوف مسناد خراب نقدر نقارن مسكان رب الإسلام فلا نقدر نقارن نشوف قارن مسكان بس أمر شكل متميز جماعات. هذه الأذن نعمة إن استخدمتها في سماع القرآن والمواعظ والنشيد قد شكرت النعمة، وإن استخدمتها في سماع الموسيقى والغناء والكذب والغيبة والنميمة فقد كفرت النعمة. خلق الله بس جماعات وده بس أكبر نعمة كبيرة الله تعالى. أجر بس هو نعمة جماعات قرآن تناوب خلق ده وغزر نشر ده دينية إبرار كتبار ده الله نفسك رب سبحانه وتعالى جاء هو قلقنا شكر مضيك وسمعات. أجر ده يبدأ نشوف الله بس بلا ترغيب ده موسيقى في الجماعات يا كده يبدأ نبو خارنا يبدأ بتنظيم موسيقى نبو بس رب سبحانه وتعالى بس بالله نعمة كفرت يا الله بس. وكذلك كل نعمة من النعم، اللسان، اليد، السيارة، البيت، الوظيفة، كل نعمة إن استخدمتها فقد كفرت النعمة. خلي الجماعات بتن من الشغل ذكري كان عملنا الله يبدأ ويغفر بس خلي ده بسبب الكلام بالغ خلي ده بتنسى الأجر ده بس خير لي وده ممكن الله رب سبحانه وتعالى وزارة الأمان الله ده وأنا الله ساد جماعات بس قال هنا رب الإسلام شكرا الله يتكلم الله بس بسبب الكلام أجر ده يبدأ من الشغل عملنا جماعات درس الله يلقى الله ساد جماعات بس أمام الشغل عملنا كفر الكلام الله بس. يؤتى يوم القيامة للإنسان لكل واحد منا بثلاث سجلات، سجل الكتاب والدفتر الكبير، سجل الحسنات وسجل السيئات وسجل النعم. فيؤتى جماعات بزيادة يمان كان رب سبحانه وتعالى خزر ده شو بزيادة وش كتاب هذا الشيخ بل جسد نختار بس إيه جسد ده أجر أنا بس خمس جسد بزيادة يمان فيؤتى برجل لم يعمل سيئة قط أبدا، لم يعمل أي سيئة، سجل الحسنات مليء، سجل السيئات صفر. خلينا نشد برك شيء كتير هذه أنا نبو حسنات ثالثة أجر دفتر أجر كتابة تبطل خلنا يكتب نبو كنا اختارين عند كتابة برد كنا خير جماعة برد كنا خير أجر لنا كذا رب سبحانه. فيؤتى بأقل نعمة من النعم، أقل نعمة ربما شعر هنا في الجفن، ربما شعر في الحاجب، نعمة أقل نعمة فتوضع في كفة في ميزان، ويؤتى بسجل الحسنات المليء فيوضع في كفة فترجح كفة النعمة، أي أن الإنسان مهما عمل لن يوفي ولا أقل نعمة من نعم الله تعالى. خلينا جماعات نشوف شنادي شيخ بيك أزمنة نعمات الرجال خلينا أزمنة كبر الدروة خلينا أزمنة شاشوائك خلينا نشوف المثل نجمع الله فلا إلا نعمات
خلينا شوف اشتغل إزاي عملنا والشباب وذا وقت جماعة برسنا نقول بس لن يغمت خلي تنشسر نشوف شيء اشتغل إزاي عملنا هذا من أبو رب بس نشوف أسئلة اللي يغمت شو اللي وصل سؤال أسألكم آخر شيء سؤال هل يستطيع أحد منكم أن يؤدي الشكر لله تعالى على نعمه؟ خلي الشيخ جماعات سيدان سنة سمعوني سيدان برنامج ده الله تعالى قال نشوف بالله يعمل لنا شكر إلى الله الذي يستطيع يرفع يده شكر إلى الله كشف ولم ترسلني كيف؟ يشك لا ليس يشك هل يستطيع؟ هناك طريقة واحدة لأن تؤدي شكر الله تبارك وتعالى. جماعات هنا بركنا بزني ومصبر الله سبحانه وتعالى قال شكرا عليه شكرا بيروشن وهي أن يقول كلمات قليلة في الصباح وكلمات قليلة في المساء. خلي ده جماعات يدبر نيدا شو يسوس خلي لكيش ده شو يبرسوس يقول في الصباح يدبر نيدا نبدأ قبل الرسول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. قال عليه الصلاة والسلام من قالها مرة واحدة في الصباح فقد أدى شكر يومه. جماعات بيعمل صلى الله عليه وسلم شو بيخليس كلا كم كي قيس بربندان أشمل كتابنا أي تريك من شدوانا رب السنة شكرا الله يكتب. وفي المساء يقول نفس هذا الوقت بتغيير كلمة واحدة فقط. خلي ذكيش بلا جماعات من شو دوانا إذا بر سوزن مسلم كلام خلي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. قال عليه الصلاة والسلام من قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. خرج معنا صلى الله عليه وسلم يقول كم كيدنا بدونا تندى إنسان تندى وصال خبتن تندى شكرنا رب السلام الله يتكلم. إذا قالها صباحا أدى شكر يومه نهاره وإذا قالها مساء أدى شكر ليلته فقد أدى شكر اليوم كله بكلمات بسيطة يقولها في الصباح والمساء. خلي جماعات كتاب لنا إنسان نبوه كننا شكرا الله يكلمه. خلي تندى إنسان بتنتنا شكرا الله يكلمه جماعات. خلي كسن بوش سايدة بتمكن خلتنا شكرا رب السلام الله يكلمه جماعات. إذن سأعيد السؤال هل يستطيع كل منكم واحد منكم أن يؤدي شكر يومه يوميا؟ خلي جماعات شيخ سيدة دولان بالإسرائيل سيز رب الزايد كنتن شكرا الله إلى رسنا رب الزايد شكرا إلى رسنا يستطيع كم كي أجر إلى رسنا شكرا الله يزاق ولن يدرسنا. الكل
كل يقول هذا خلاص Ja, bu Kur'an'ı kılas bitdi. Tenkis bilen Kur'an'larımız tenegez için. Şularını kılgas, şekeregezden birip bitirgen bulamız. Kendine şekeregez. Onu etkes. احفظوا هذا الدعاء وهذا الذكر احفظوه وقولوه صباحا ومساء تؤدوا شكر النعم باذن الله تعالى. خلي جماعات من الشوز كمان يكتب لنا خلي كيش لنا يدرس حد يقدر رب سبحانه وتعالى له شكرا باليوم ورسل يكتب لنا خمتين بلان بتن كل وين دايدا رب زي شكرا باليوم ورسل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا اليك اواها منيبا. اللهم اجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أرزاقنا وألف بين قلوبنا وتوفنا إليك بالحسنى. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا تحت لواء سيد الأنبياء. اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعة واجعل العلم والتقى لنا أربح بضاعة وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة وامن علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واستجب لنا دعاءنا واغفر لنا ولوالدينا والجماعة الحاضرين والديهم وأمواتنا وأمواتهم ولمن أحسن إلينا ولوالديهم وأمواتهم ونهدي الجميع ونهدي النبي أولا صلى الله عليه وسلم وللجميع توالى سورة الفاتحة.